مساء النور والهنا والسرور، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم قد الحياه. اعزائي المشاهدين، احنا دايما بنكون معاكم على وعدنا في برنامج قد الحياه، بنجيب لكم دايما اطباء مميزين في كل المجالات. الحقيقه النهارده ضيفتي يعني من تراث خاص، لا تهوى ابدا المشي والبحث في مجالها في الطرق الممهدة، بل تبحث دايما عن الطرق الوعرة حتى ولو كان الطريق مفروش بالزجاج المكسور، فهي تنحت اسمها على الصخور بحروف من نور. رحبوا معايا بضيفة حلقتي النهارده، الحقيقة طبيبة رائعة فعلا عندها الضمير المهني عالي جدا. احنا الحقيقة كنا يعني حريصين على وجودها معانا عشان تكشف لنا اسرار الجمال. رحبوا معايا بالجميله دكتور نهى عطارد. برحب بحضرتك معايا يا دكتور. اهلا بيكي يا استاذه شيماء. الحقيقه النهارده بقى عايزين حضرتك تكشف لنا كل اسرار الجمال، وعارفين حضرتك يعني بجد متميزه جدا في مجالك، في مجال الطب التجميلي. عايزين بقى يا دكتور النهارده في بدايه حلقتنا يا ريت حضرتك تكلمينا عن البلازما وتاثيرها على البشره. تمام. بصي، طبعا مقدمه رائعه لازم اشكرك عليها. وبعدين نتكلم عن البلازما. البلازما احنا عارفين ان دي حاجه جديده في الطب، طلعت من يمكن 5-6 سنين. البلازما دي عباره عن عينه دم. ببساطه شديده الفكره بتاعتها، عينه دم بتتسحب من العيانه وترجع بتتحط في انابيب زي انابيب الاختبار كده، وتتفصل في جهاز السنترفيوج وترجع تتحقن تاني منها الصفائح الدمويه اللي هي جوه البلازما في الوش بقى، في الشعر كده. طبعا البلازما ليها فوائد كتير قوي. البلازما بتدي نضاره للوش، بتدي صحه للوش، مش بتنفخه بس بتحسن دوره الكولاجين فيه. طبعا الكولاجين لما بيكتر او بيبتدي يتكاثر في الجلد تاني، يوصل للمعدل الطبيعي بتاعه، يبتدي الوش والجلد يتفرد، يبتدي ينعم، تبتدي البنت تحس ان في توحيد للون بتاع وشها. طب احنا معانا الصور يا دكتور نهى، تسمحي لنا ان احنا نشوفها مع حضرتك؟ طبعا. استاذ احمد، نحب نشوف الصور بلازما. اهي دي بنت صغيره وعامله جلسه بلازما. هي اصلا كانت حلوه، بس شوفي جلسه البلازما زودتها نضاره، نورت وشها جدا يا دكتور. نورت وشها ووحدت اللون. اذا في فرق مثلا ما بين الجلد عند ودنها غير منطقه، مثلا لو المحجبات بتبان اكتر الحقيقه اكتر من اللي بشعرهم، الكلام ده بيروح بالبلازما. فعلا الوش بيتوحد لونه وبيبقى ناعم جدا. تمام، نرجع يا استاذ احمد. البلازما مش بس طبعا بتتحط في الوش، دي ممكن كمان تتحط في الايدين. دلوقتي رائعه في الايدين الحقيقه. الايد كانت يمكن من اصعب الاماكن اللي كنا بنعالجها زمان. دايما كانت اكتر حاجه تكشف السن الحقيقي هي الايد. فالوقتي لما بقت تتحقن ممكن تتحقن بالبلازما، بتبقى ناعمه فيها جدا. معانا صور للايد يا دكتور؟ صوره للايد انا حقنه في ايد محقونه وايد لا. يا دكتور، الايد يعني المحقونه تحسي ان هو العروق الصغننه قوي دي لما بتتخفي بتبتدي الايد، طبعا هي محمره شويه عشان لسه كانت حاله محقونه، بس بعد كده الاحمرار ده بيروح والايد بتبتدي تبقى جميله ورطبه. فعلا البلازما بتعمل ترطيب داخلي للخلايا. دكتور نهى، طبعا احنا بنشوف عرايس كتيره جدا تفضل يا دكتور تلف قبل الفرح وكل شويه تفتكر حاجات وتنزل في الشمس وتيجي تقول، طبعا تبعت لنا رسائل للبرنامج، انا حاسه ان نضاره يعني بشرتي اصبحت معدومه، انا حاسه ان انا وشي بجد ازاي هبقى عروسه. يعني هل البلازما بتناسب العرايس يا دكتور نهى؟ دي ممتازه، بس لازم عشان تديها المفعول اللي يرضيها لازم تحقنها بدري شويه. يعني لازم قبل الفرح، مثلا هي فرحها يوم 10 تحقنها يوم 1، يعني لازم مش قبل 10-15 يوم قبل الفرح. يعني يا دكتور زي ما احنا بنسمع كده عن نجمات السينما والتلفزيون ان البلازما بتدي زي دمويه في الوجه بالزبط. يعني بنحس كده زي ما بيقولوا نضارة. الوش كده محمر كده، ونحس ان هو سبحان الله الدم بيجري فيه بالظبط. صح كده يا دكتور؟ وصحه بالظبط. هي فعلا اكتر حاجه بتدي نضاره وصحه للوش، هي المعنى الحقيقي للنضاره. تمام. لكن يا دكتور هل ليها اي اضرار؟ يعني انا الحقيقه من الحاجات اللي انا بشوفها كتير جدا جدا، بقت ثوره تكنولوجيه كبيره جدا في الاونه الاخيره هي البلازما. انا الحقيقه كان في اكتر يعني من كذا دكتوره تقول لي انا حابه اعمل لك بلازما، بس انا من النوع يا دكتور، واكيد في برضو المشاهدين كتير من النوع اللي بخاف جدا، فهل يا دكتور هي ليها اي اضرار؟ لا، هقول لحضرتك البلازما المفروض ان هي ملهاش اضرار نهائي،
ليه بقى؟ لان الفكره العلميه بتاعتها بتعتمد على انها من الدم. احنا بنسحب العينه من دم الشخص نفسه، وبعدين بنرجع نحطها في انابيب. طبعا الانابيب دي حاجه اساسيه انها تكون انابيب اصليه مخصوصه لعمل البلازما، هقول لك ليه بعد شويه. بعد ما بتتحقن، بعد ما بتتحط في الانابيب دي بتتخلط، بتمشي يعني بنلفها بس في السنترفيوج عشان تتفصل صح، وناخد البلازما الغنيه بالبليتلتس. البلازما اللي بتتحقن بتبقى بتاعت الشخص، الطبيعي انها ما تضرش طول ما احنا طبعا الشخص ده ما عندوش امراض نخاف منها. الحاجه الوحيده اللي مش هتصدقي يعني اللي بحاول ان انا الحاله دي ما اعملهاش بلازما، لو هي من نفسها عندها اي نوع من انواع الحساسيات او الامراض المناعيه. تمام. ليه زي بقى؟ ايه يا دكتور؟ زي امراض ايه يا دكتور؟ زي في ناس مثلا بيبقى وشها عنده في احمرار جامد قوي، زي الروزيشيا مثلا. دول احيانا بيتعمل لهم بلازما وبيتحسنوا بيها، واحيانا تتعبهم. يعني انا في حالات بتجيلي كان بيبقى عندها احمرار جامد قوي، جات لي حاله مخصوص علشان عملت جلسه بلازما وكانت تعبانه منها قوي. الجلسه سببت لها زي صداع وورمت وشها كتير، وقعد فتره على ما بدا الحساسيه دي تتسحب من وشها. فاحنا دايما بنقول للشخص اي حد عنده اي امراض مناعيه، اي حساسيات، يبلغ الطبيب قبل ما يعمل البلازما. لانه هي دي الحاله الوحيده اللي فعلا ممكن تلاقي البلازما تعمل معاها شويه مشاكل، عشان ساعتها بيقاوم نفسه. ممكن مكان الحقن ما يتصرفش بسهوله، ممكن مكان الحقن يفضل شويه معلم في الوش، بنضطر احنا نصرفه بادويه تانية. ده لو الكلام ده لو هي عندها الحساسيه، عندها المشكله وما بلغتكيش، وده لازم هي تدخل تبلغ الطبيب. انا عندي حساسيه يا دكتور، انا عندي المرض المناعي الفلاني، هل ينفع معايا بلازما؟ هيقول لها اذا او لا. طيب الحقيقه يا دكتور احنا شفنا الصور مع حضرتك قبل وبعد، وشايفين يعني حضرتك واضح جدا جدا انك طبيبه فعلا متميزه. الصورتين الحقيقه في فرق كبير جدا بينهم. احنا شفنا الوجه وشفنا الايد، وده كان تاثير البلازما على الوجه والايد. يا ترى يا دكتور هل البلازما لها تاثير يعني تاني، لها اهميه تانيه في الجسم؟ على الشعر طبعا لها تاثير ممتاز على الشعر. البلازما بتصحصح البصيله بتاعه الشعر تاني بمنتهى البساطه. يعني هي بتصحصح تاني البصيلات اللي حتى بدات تموت. يعني ايه نوع المشاكل يا دكتور اللي يجي لحضرتك المريض ويعمل بلازما على شعره وتجيب نتيجه حلوه جدا؟ يعني هل صلع، هل تقصف، هل التجاعيد؟ يعني كلهم. هقول لحضرتك انا ليا طريقه في علاج الشعر، دايما ما بحبش العيان ياخد دواء واحد بس او يمشي على علاج واحد بس. بفضل ان هو ياخد اكتر من دواء. يعني بياخد جلسات ميزو عشان فيها الفيتامينز اللي بتغذي الشعرايه بعد ما نبتت. دايما لازم اعمل له بلازما مهما كانت حالته. بحب ادي جلسه بلازما. البلازما بتصحصح البصيله، تبتدي تنبت لي الشعرايه تاني اللي كان بدا يبقى فيها البصيله اللي كانت بدا يبقى فيها كسل، تبتدي تاني تنبت الشعرايه. وهكذا نبدا بقى ندي فيتامينات. في كمان فيلر للشعر دلوقتي، هير فيلر، ده يخلي الشعريه لها كثافه ولها سمك اكتر من الشعريه العاديه. الحقيقه علاج الشعر اتطور قوي يعني، بس البلازما هي عنصر اساسي فيه. طبعا يا دكتور يعني بسم الله ما شاء الله عليكي، حضرتك بتوصلي معلومه فعلا للمشاهدين بكل بساطه. لكن حابين بقى يا دكتور نعرف من حضرتك، يعني يا ترى المريض بياخد كام جلسه عند حضرتك عشان يوصل يعني للعلاج المرجو او النتيجه المرضيه للحاله يعني تقريبا، ولا كل حاله بيكون ليها جلسات معينه بتختلف عن الحاله الثانيه؟ هقول لحضرتك، لا هو طبعا في حالات بتختلف. يعني لو هي جايه اساسا عشان عايزه بس شويه نضاره، زي البنت اللي شفنا صورتها مثلا دي، مجرد جلسه جلستين كل شهر بنديها جلسه لمده جلستين او 3، دي شكلها بيختلف تماما، بتبقى منوره وفعلا بتفتحها وبتبقى ممتازه الحقيقه، وبيبقى في توحيد جامد قوي للونها. انما لو هي جايه بمشكله تانية لبشرتها زي حفر، حبوب، ندبات، اي مشكله تانية، بقع، ومحتاجه البلازما كعامل مساعد في العلاج بتاعها، ساعتها بنقول لها لا، عشان تاخدي نتيجه تبسطك هتاخدي وقت اطول شويه. يعني ممكن 2 3 تبداي تحسي نتيجه مرضيه ليكي، وعشان تشوفي نتيجه نهائيه مش قبل 4 5 شهور، ده لو هنمشي بتقشير او كده. انما في الشعر الوضع بيختلف. الشعر اي مريض داخلك المفروض ان احنا بنقول له دوره حياه الشعرايه حوالي 3 شهور.
مش المفروض المريض ينتظر نتيجه قبل ال3 شهور دول ما يعدوا عشان يبتدي يلاحظ فعلا فرق ملحوظ. هو من اول 4 جلسات او من اول جلستين يمكن حتى لو فيهم واحده بلازما هيبتدي يحس ان التساقط فعلا وقف. وبعدين خدي بالك تطور الشعر بيبقى كده، انه الاول التساقط يبتدي يقف، بعدين تبتدي الشعرايه تنبت، بعدين تبتدي الشعرايه تطول، بعدين تبتدي يبقى لها سمك، بعدين تبتدي يبقى الجدر قوي ويبقى صعب انها تقع. كل دي مراحل تطور الشعر. عشان تبدا العيانه تشوف ده لازم نعدي على الاقل 3 شهور. ما شاء الله عليكي يا دكتوره، فعلا يعني انت يعني النهارده بناخد علم غزير من حضرتك كده، ودايما بتتكلمي كده بطريقه فعلا بتوصل للمشاهد بتخش قلبه على طول. حابين بقى يا دكتور نتطرق لمحور مهم جدا في حلقتنا، واصبح فعلا ثوره طبيه كل الناس بتتكلم عنه، وللاسف يا دكتور كمان بدا كمان يعني بعض الفئات تجتاحه، وما كانش يجب ابدا انهم يعملوا كده، زي مثلا البيوتي سنتر. يعني الكوافيرات بدات النهارده يعني تخترق عالم الفيلر. حابين بقى يا دكتور مع حضرتك نتكلم ايه هو الفيلر وايه هي اهميته، وهل ينفع اني انا كعروسه او كبنت عاوزه يعني اشوف بعض المشاكل اعالجها، ان انا واحده عامله عروض وكاتبه بره السنتر بتاعها الحقوا عروض الفيلر واسعار زهيده جدا، هل ينفع يا دكتور ان هم يخوضوا ويبعدوا عن مجال الطبيب المختص؟ لا طبعا. لا هقول لحضرتك الفيلر طبعا ده الفيلر هو سلاح ذو حدين. الفيلر حاجه في الطب يمكن انا ما شفتلهاش بديل، وفي الطب التجميلي بالذات ما شفتلهاش بديل، ولو اتعملت صح ممكن تغير الشكل تماما، ممكن ترجع السن لورا بال20 وال30 سنه حقيقي. ولو اتعملت غلط هي للاسف مش بترجعنا لورا، هي بتعجزنا اكتر. فخليني بس ادي فكره الاول ايه هو الفيلر. الفيلر دي ماده زي من اسمها كده تفيل ان، بتملى المناطق اللي بدات تفضي من الدهون الطبيعيه اللي كان ربنا خالقها مع تقدم السن او كده. الفيلر دلوقتي اصبح له انواع كتيره جدا. يعني ما كانش زمان الفيلر فيه كل الحاجات المتاحه دي، دلوقتي بقى له انواع كتيره بتناسب اي عمر او اي سن. زمان كنا دايما نقول ما نحبش البنات الصغيرين يبداوا يعملوا فيلر، نحبهم بس يعملوا الحاجات الكريمات اللي يستخدموا كريم شمس كريم واقي، انما ما يحطوش فيلر وحاجات زي كده في وشهم. دلوقتي الموضوع اختلف، دلوقتي بقى فيه فيلر يناسب السن الصغير، وفيه فيلر وطريقه حقن بشكل معين تناسب السن الكبير. كل واحده فيهم هتديكي النتيجه اللي تبسطك. واهم شيء ان الفيلر الناجح لازم نبقى عارفين ان نتيجته هو اللي مش باين انه معمول. هي دي المشكله الكبيره اللي بتبقى بتواجهنا احنا الحقيقه كدكاتره، انه بعض الناس بتبقى عايزه دايما الفيلر، يعني عايزه تقعد في وسط الناس يقولوا لها ايه الفيلر اللي انت عاملاه حلو قوي. يعني ده مش حلو، ده مش صح يا دكتور، ان هو بيبقى مش طبيعي طبعا، لانه كده اداها منظر فيك. معنى ان انا قاعده قدامك وعرفت انك عامله فيلر ان ده اداكي منظر مش مظبوط. الصح ان هي تبقى قاعده قدامي اقول لها انت حلويتي كده ليه، انت عامله ايه. فرق كبير قوي، فرق كبير قوي بين اللي اشتغل هنا وبين اللي اشتغل هنا، بين اختيارها لنوع الحقنه وبين اختيارها للمكان اللي حقنت فيه، وبين يعني اولا الطبيب طبعا اللي المفروض هتروح له الكلاينت لازم يقول لها، يطلب منها اول شيء انا عايز اشوف صورتك وانت صغيره. لو هي راحت له في سن كبير شويه يقول لها دي صوره ليكي وانت صغيره، اصغر من كده تمام. اما هتبتدي توري له صورتها هيشوفها، هل كانت مليانه، هل كانت وشها مدور، كان وشها مطول، هل كان العظمتين دول مثلا دايما هم بارزين عندها. فعلى اساس الصوره دي هو المفروض طبعا هيعرف انا اما اجي احط لها الفيلر احط لها فين، اللي ناقصها او الدهون اللي وقعت من وشها وقعت من انهي مناطق بالظبط، وعلى حسب ده بندي الحقنه المظبوطه. في حقن مخصوصه تنفخ تملى، الحقن دي ممتازه بصراحه لو اتحطت في الخدود مثلا، منطقه بتبقى اتهدلت ونزلت مع الجاذبيه الارضيه بتفضل دايما شداها لتحت، احنا لازم نرفعها، فبتحتاج حاجه تدي فوليوم للرفع. في نوع تاني من الحقن الفيلر بيبقى مخفف جدا، بيبقى زي ما نقول انسيابي شويه في تكوينه. انا بحاول استخدم الفاظ بسيطه
يعني بالعكس يا دكتور، انا سعيده جدا ان حضرتك توصلي لكل الشرايح اللي بتتفرج علينا، حتى الطبقه المهمشه فاهمه حضرتك. الله يخليكي. فالفيلر الانسيابي ده وظيفته ان هو يدخل يتحقن، يبقى ناعم جدا، ويتفرش تحت المنطقه مثلا اللي جلدها رقيق او ضعيف، زي مثلا تحت العين في منطقه اسمها تير تراف مثلا. ده انسب فيلر ليه اللي يكون ناعم. طيب معانا صور يا دكتور، ايه رايك حضرتك نتفرج عليها؟ ممكن نشوف الصوره. استاذ احمد ممكن نشوف الصور معانا؟ ده فيلر مثلا. بصي حضرتك، دي عملت الوش كله. احنا حاسين كله كان يعني ست عجوز جدا في الصوره اللي على اليمين، ده في الحقيقه هي زي القمر، يعني مش قادره اوصف لك، بس طبعا النتيجه مبهره يا دكتور. يعني شايفين فرق هي شاسع. كانت جايه تعبانه جدا، مش بتعمل اي حاجه في نفسها، سايبه نفسها خالص. بعدين جت حبت ان هي تحط فيلر. كل اللي طلبته ان انا ترجعيني بالسن لورا، انما مش عايزه احس ان انا شكلي اختلف. ايوه يا دكتور. هي طبعا عملت بوتوكس في الجزء العلوي من وشها، وعملت فيلر في الجزء التحتاني. حطت في خدودها، حطت جنب دقنها. الدقن بالذات تحسي انها اختلفت خالص. المنطقه تحت العين يا دكتور طبعا على الصوره اللي على اليمين مختلفه كلنا جزئين على الصوره اللي هي بعد ما حقنت. طبعا تحت العين، وما حطيناش كتير كمان حقن تحت العين. نشوف الصوره بعدها. دي واحده تانية كان سنها الحقيقه صغير، بس يعني الصوره مدياها سن اكبر. طب عاوزين نعرف من حضرتك يا دكتور، الناس اللي عندها هالات سوداء، يعني هل ده يا دكتور شايفين ما بين ده وده فرق شاسع جدا؟ هل يا دكتور مفيد في الحاله؟ الفيلر بيفتح درجه، يعني الفيلر بيفتح درجه، بس مش هو اللي المفروض نعتمد عليه تماما في تفتيح الهالات السوداء. حسب سبب الهالات ايه. يعني عشان تعرفي تعالجي الهالات السوداء صح، لازم الاول تسالي العيان كذا سؤال كده، تعرفي ايه سبب الهالات دي عنده. يعني الهالات دي هل هي قله نوم، قله شرب ميه، هل هي الجلد بتاعه رفيع جدا فبيشف الاوعيه الدمويه من تحتيه، هل هي في اسمرار في منطقه حوالين العين، هل من كتر الاحتكاك طول ما هي قاعده تدعك في عينيها فعشان كده بتزود فيها التجاعيد وتزود فيها الاسمرار. لازم نعرف السبب، على اساسه بيكون العلاج. طيب احنا بقى عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور، طبعا الصيف هايل علينا السنه دي، وفعلا الجو حار جدا. اول ما بنخرج يا دكتور ونسيب يعني الشقه فيها التكييف وننزل الشارع، نبص نلاقي يا دكتور الشمس كده زي ما بيقولوا لهفت وشنا. يعني نبص نلاقي شكلنا واحنا خارجين من البيت غير شكلنا واحنا داخلين البيت. يعني عاوزين نعرف من حضرتك يا ترى الاسمرار اللي بيحصل في الوجه ده يعني المفروض ان احنا نعالجه ازاي؟ الاسمرار الطبيعي بيبقى علاجه طبيعي برضو، ممكن شويه جلسات علاجيه بسيطه بكريمات بطريقه طبيعيه كده، بفيتامينات مع غسول مناسب وكريم شمس مناسب، بتوصلي للنتيجه اللي انت عايزاها. اللون بيفتح، وبيفتح كمان زياده عن مكان. انما الاسمرار بقى لو انا سبت وشي اتعرض بدون ما احط اي واقي شمس او كده وبدا يطلع لي بقع، دي طبعا بتطلع عينينا في علاجها، بتاخد وقت، مش زي الحاجه اللي هي مجرد سمار مصيف، ده سهل قوي يروح. انما سمار بقعه، حسب بقى البقعه دي قديمه ولا جديده، يعني لسه حالا هي طالعه لها من شهرين، ولا بقى لها في وشها 5 6 سنين وبقت اتدفنت تحت خالص، مش محتاجه تقشير كتير، محتاجه ادويه تدخل تطلع طبقات جلد كتير، توصل تقشير عميق علشان نبتدي نوصل للبقعه دي ونشيلها. طب يعني بصراحه يا دكتور، يعني كمان في سؤال جالنا مهم جدا دلوقتي افتكرته، عن يا دكتور العدو الغاشم للبشره وهو حب الشباب. يا ترى يا دكتور يعني حب الشباب ده، يعني طبعا اي بنت مهما كانت جميله جدا، حب الشباب بيضيع فعلا جمال بشرتها ونضارتها. حابين يا دكتور تقول لنا التعامل مع حب الشباب ازاي، وخاصه ان في بنات كتيره جدا هي شايفه ان هي لما بتفضل تحفر في الحبايه ان هي يعني خلاص كده يعني ارتاحت، وان هي هتطلع من جواها ماده وتبدا الحبايه ان هي تهدى. طبعا احنا عايزين بقى نعرف من حضرتك الراي العلمي السليم في الموضوع ده. تمام. بصي حضرتك، حبوب الشباب دي حاجه فعلا هي شيء مزعج، بيبقى مزعج جدا للبنات وفي سن الصغير، وفعلا بيداري كتير قوي من الجمال. بس حبوب الشباب ملهمش غير 1+1=2، طرق معينه في التعامل معاهم. زي ايه يا دكتور؟ يعني حضرتك بتتبعي ايه مثلا؟ زي مثلا نوع الحبايه ايه؟ الحبايه اللي طالعه دي هل هي حبايه بايوجينيك انفكشن، هل هي حبايه تخينه كده وكبيره ومعبيه حاجات جواها، ولا هي حبوب صغننه قوي 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 وطالعه تحت الجلد، ولا هي حبوب طالعه في الجبهه بس،
ولا هي بتطلع اكتر عند منطقه الدقن وعند المناطق اللي هي لابسه فيها الحجاب؟ كل حاجه من دول، كل نوع من دول له الطريقه اللي بيتعالج بيها. في منهم اللي بيتعالج بجلسات فقط، مجرد في العياده بتيجي بنعمل لها كام جلسه الحبوب بتموت، وبمواد معينه طبعا، ما فيش ماده زي الثانيه، كل ماده لها وظيفتها، ولو ما استخدمتش في وظيفتها مش هتدي المفعول المطلوب. فلو هي محتاجه تقشير جلسات فقط بنعمل لها الجلسات والحبوب دي بتروح وبتنتهي تماما. في نوعيه بقى من الحبوب الثانيه اللي هي بتبقى فيها شويه حبوب مرضيه شويه، دي بتبقى الحبايه كبيره كده ومعبيه جواها، ودي بالمناسبه ممنوع منعا باتا انها تلعب فيها او انها تحاول تفضيها، لان انت هتفضيها هتروح سايبه مكانها حفره على طول، خصوصا لو حد عندك في العيله مامتك او باباكي عنده شويه حفر في وشه، يعني انت معنى كده ان انت جلدك عنده قابليه انه يحفر، يبقى ابدا ما تلعبيش في الحبوب ابدا. يعني ما شاء الله عليكي يا دكتور، لازم. حابين يعني بجد انت كل يعني محور بتطرقيه بطريقه فعلا فيها اناره للمشاهد، اللي هو البنت اللي هي طالعه يعني مراهقه ويبدا وشها يتملى حبوب، فمتصوره ان هي بس هي لازم كمان هي شويه حتى كريمات، لكن حضرتك بتقولي ان ده يعني مرض ويستحق وليس عرض، وده يستحق فعلا الذهاب الى الطبيب والعنايه بيه. طبعا لازم في حاجه تغسل بيها وشها، مش اي حاجه تغسل بيها وشها، لازم في كريمات الشمس دي مش ما هياش اختيار، دي مش اوبشن، دي لازم تتحط، لان الكريم الوقايه مش المطلوب منه بس ان هو يرطب بشرتك، او ما هي بتبقى بتحطه تلاقيه زيت لها وشها زياده تروح منعاه. ده غلط، ده غلط، لان الشمس لوحدها هي عامل سيء جدا مع الحبوب صراحه. دكتور انا عايزه يعني احكي مع حضرتك فعلا تجربه حصلت لصديقه ليا. الحقيقه ان صديقتي دي كانت بايته عندي، وبعدين لقيتها صاحيه من النوم الصبح متألمه جدا جدا، وبتقول انا حاسه ان في الم شديد. فقلت لها في ايه؟ فردت عليا قالت لي اصل انا حقنه في شفايفي. عاوزه اقول لحضرتك يا دكتور ان من الحاجات اللي عجبتني جدا في حضرتك، وفعلا تشبثت بوجودك في برنامج قد الحياه، ان مدرسه حضرتك انت بتحبي الجمال الطبيعي. دايما اي حد يكلم حضرتك، وحتى صفحه حضرتك لو حاسه ان حد مش محتاج حاجه معينه وجاي لك عشانها، انت بتقولي له لا انت مش محتاجها. وده فعلا بنلاقيه نادرا نادرا يا دكتور في عالم التجميل او عالم الاطباء، لكن فعلا قليل من الناس اللي عندها يعني امانه مهنيه بيقولوا لا حضرتك مش محتاج ده. فاحنا فعلا والله بنرفع لك الشابوه، بنحييكي على ده. لكن عايزه اقول لحضرتك التجربه السيئه اللي انا شفتها بعينيا، ان بنت كانت شفايفها حلوه جدا ما فيهاش فيها اي مشكله، ولكن هي كانت يعني في مناسبه وحابه ان هي تظهر بلوك حلو، راحت حقنت يا دكتور، وللاسف الحقن اللي هي حقنته كان فعلا اكسباير، وبدات شفايفها فعلا تبقى شبه يعني بطوط. وانا كنت في حاله يعني كنت هتجنن عليها مش عارفه اعمل ايه. كلمت لها حد يعني فعلا من الاطباء المتخصصين، قال لها الحقنه اللي انت خدتيها فعلا ما كنتيش محتاجه لها، وان هي فعلا غير صالحه لاستخدام الادمي. عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور بليز، عشان في بنوتات كتير جدا يعني بتسترخص وبتروح لمراكز غير مضمونه، حابين نعرف من حضرتك يعني بجد خط احمر تحت السؤال ده، وحضرتك توضحي للساده المشاهدين، هل اي حد يمد ايده يعمل فيلرز او بوتكس، ولا فعلا لابد من الطبيب المختص؟ بصي حضرتك، هي اكيد راحت لحد برضو ما هواش اسم معروف ان هو متمكن من حقن الفيلر. حته حقن الفيلر بالذات يا جماعه هي حته خاصه جدا، يعني احنا طول ما كنا صغيرين وكنا نشتغل عند اساتذتنا الكبار طبعا كان دايما هم بيتمسكوا ان اي حقنه فيلر داخله العياده بتاعتهم بنفسهم اللي بيقوموا يعملوها، احنا ما بنعملهاش لغايه لما وصلنا خلصنا الدراسات بتاعتنا في حته الفيلر بالتحديد. دي لازم تدرس لوحدها تماما يا جماعه. الفيلر له ده علم، ده مرجع كامل زيه زي البوتوكس كده، ما ينفعش يستهان بيه، مش اي حد يحقن. الحقنه اللي حضرتك بتتكلمي عنها انا طبعا ما اعرفش الحاله دي، انت اول مره تواجهيني بالسؤال على الشاشه بس انا الحقنه دي هي الفكره مش بس قصه انها اكسبايرد على فكره، لانه الاكسبايري ممكن يخليها تبقى بس ملهاش مفعول. انما هو واضح كمان انه الماده اللي اتحطت او الحقنه اللي اتحطت ما هياش حقنه امنه. في انواع كتير من حقن الفيلر، ما انا لسه ما انا كنت بكمل لك انه الفيلر في منه جنسيات كتير جدا. طبعا افضل جنسيه منهم معروفه، كل الناس اللي عندها خبره في حقن الفيلر عارفه ان الجنسيه دي من الحقن هي افضل حاجه تتحقن. تمام.
انا عندي شخصيا في العياده، انا اي حد بيجي لي بوري له الحقنه بتتفتح قدامه، بيشوف تاريخ صلاحيتها، بيشوف بيتاكد كمان من السيريال نمبر بتاعها ان هي جايه من الشركه الام. وباصر دايما انه الشركات اللي هي واخده التراخيص في مصر وكده هي اللي تجيب لي الحقن بنفسها. يعني انا معروفه حتى في الشركات ما شاء ان الله. انا مزعجه شويه معاهم الحقيقه دايما. لا يا دكتور، يعني لو ده مش العلبة- ازعاج خالص، لما يكون صدقيني أنا- الازعاج لا صدقيني لصالح مزعجة. المريض. حضرتك دقيقه يا دكتور. دقيقه، يمكن ده بيزهقهم شويه بصراحه. يعني ما اقدرش انكر، لانه انا العلبه لو فيها خبطه ما بستلمهاش. ما شاء الله عليك يا دكتور. فيعني صدقيني بيكون كل هدفك مصلحه المريض. انا بخاف شويه على المريض الحقيقه، يعني يمكن بخاف زياده عن الطبيعي كمان. والله والله يا دكتور شهاد، حق اول ما حضرتك دخلتي عليا انا يعني معظم الناس اللي انا اعرفهم في مجال التجميل ابص الاقي شكلها نفسه متغير جدا، لكن انا دخلتي عليا ما شاء الله جمال حضرتك حتى الله طبيعي. يخليك. انت يا دكتور بتحبي مدرسه الطبيعيه، واحنا عايزين ده نقول أكيد. ده للمشاهد ان مش أكيد. مجال التجميل مش ان هو ننفخ ونكبر ونصغر، لا يا أكيد. دكتور، يعني احنا بنقول لو حد عنده مشكله يبقى اذا العلاج موجود. هو ده مدرسه التجميل، بص. وليس التجميل رفاهيه، لان ممكن يقلب زي صديقتي يا دكتور، قلب بكارثه ان هي قعدت في البيت بقى لها 3 ايام بتصوت مش عارفه تخرج من باب البيت. هو لو الحقن، هو بمناسبة صديقتك دي، لو الحقن ده لسه جديد في وشها، هو ممكن تروح بقى لطبيب، حد متخصص بقى يبتدي يشوفها، يبتدي يتابعها. ممكن يبتدوا يسحبوا لها الفيلر دوت لو ممكن يتسحب، وبيدوا مكانه حاجات تانية وبيدوها اقراص مضاد حيوي، يعني عشان بس القصة دي دي اهم شيء المريضة. بعد كده بالنسبة زي ما بقول لحضرتك الفيلر، هو دلوقتي اصبح انواعه كمان كترت قوي. يعني انا في منه زي ما بقول لك للنفخ، في منه انسيابي، في منه فيلر خيطي، ده بيبقى جامد جدا. ده بيبقى الفيلر كل الوظيفه بتاعته ان هو يشد مش ينفخ اصلا. طب ايه الحالات يا دكتور اللي بيستخدم فيها الفيلر الخيطي؟ واحده مثلا عندها مشكله في دقنها، الدقن متدليه، دي احسن منطقه تعمليها بالفيلر الخيطي. يمكن في صوره برضو هم لو عرضوها، لو معانا الصوره يا استاذ احمد. بيفرد المنطقه تماما، بيروح محدد الدقن كده، بيخليها يعني تقصدي يا دكتور اللي هو تفرد يسمى بالشكل يعني الطبيعي بتاعنا بيقول عليه نفرتيتي نك. يعني لا دي بتاعت العين. بصي هو الفيلر مفتح شويه حوالين العين، بس طبعا يا دكتور يعني شايفين هو مفتح شويه، بس عشان هي اصلا حوالين عينيها ما كانش غامق كلون، هو حوالين عينيها كان فيه بس، ودي كمان حوالين العين برضو. دي مشكلتها كانت انتفاخات على فكره الست دي. يا دكتور لسه هنتكلم مع حضرتك عن الانتفاخات وعن الندبات. دي اهي الفيلر يا دكتور. بصي الفيلر الخيطي ده، شايفه اللي على الشمال، الصوره اللي على الشمال الدقن اتحددت واتنحتت اترسمت. الصوره اللي على اليمين الدقن فيها مناطق. طب انت عملتي فيها يا دكتور؟ هي قلبت على سعاد حسني الحقيقه، نص الواحد ما شاء الله. طبعا انت حريصه جدا على المرضى بتوعك، فحضرتك مش مبينه الصوره كامله. النتيجه دي مش في زياره واحده، النتيجه دي في كانت جات لي زيارتين الحقيقه، مش زيارتين بس يا دكتور. يعني هل ما هو زيارتين ده لان انا لما العيان بيبقى محتاج اكتر من حقنه، مش بحب احقنهم في نفس الوقت كلهم. يعني ممكن نعمل حقنتين بالكتير قوي 3 في اول زياره، لو احتاجت اكتر بيبقى في الزياره اللي بعدها. ومعانا صور تانية نشوفها. ده فيلر، ده ممكن في قاعده واحده عادي، دي اتفردت قوي المنطقه النيزوليبيا بتاعتها. يعني كمان يا دكتور احنا شايفين ده رجل. يعني دلوقتي احنا دي ست. دي ست. طب احنا عايزين نعرف من حضرتك، يعني يا ترى اللي بيجي العياده الستات اكتر ولا الرجال؟ يعني في لا هم الستات اكتر طبعا، لان هم دايما اللي ملتفتين لجمالهم ورشاقتهم وكده، بس ده ما يمنعش ان في رجاله بيجوا. في ممكن تبقى واحده جايه ومعاها ابنها مثلا عنده حبوب في بشرته. معانا الصوره يا دكتور. ده البوتوكس ده قصه ثانيه بقى لسه. يعني طيب ده هنتكلم عليه دلوقتي. اوكي طيب، يعني حابين يا دكتور يعني بجد نقفل بقى ملف الفيلر. يعني حضرتك حابه فيه يعني حاجات تانية حضرتك حابه تضيفيها؟ هو اهم شيء يا جماعه انه الفيلر مش اي حد يحقنه، حد ويكون معروف انه متخصص في حقن الفيلر. يعني يكون هو ده طبعا مش تخصص جامعي، بس هو بيبقى معروف الدكتور دكتور فلان الفلاني، معروف ان هو فلانه راحت له اتحقن معاه
فيلر شافت الحقنه بعينيها، اتفتحت قدامها، اترمت قدامها، مفيش حاجه اسمها جزء من الحقنه والجزء الثاني تاخده صاحبتي. يعني انا ما بعملش ده. هي الحقنه اتفتحت اتحقنت، الباقي فاض حاجه يا هتاخديها انت يا اما خلاص. الفيلر الصح هو الفيلر اللي ما يبانش انك حقناه، ده اهم شيء. الله يخليكي. يعني نفسي الرؤيه دي تبقى عند البنات. واضح جدا يا دكتور ما شاء الله عليكي. الشفايف انا مفيش مانع اني انفخها، انت رايحه مناسبه عايزه تنفخي شفايفك شويه مفيش مشكله، انفخيها بفيلر خفيف، انفخيها بالميزو فيس. في حاجه اسمها ميزو فيس، ده فيلر خفيف خالص، او يعني حقن مجرد ترطيب داخلي للخلايا، بتدي توريد بس للشفايف، مش لازم تبقى فيلر تقيل. طيب حابين بقى يا دكتور تكلمينا عن البوتوكس، يعني ايه هو البوتوكس وايه اهميته؟ البوتوكس ده بقى قصه تانية. البوتوكس ده ماده حيه، دي بيتحقن في العضلات، تمام. بيفرد العضله، بيساعد على ان الاشاره ما توصلش من العصب للعضله، فبالتالي العضله مش بتعرف تنقبض فبترتخي. مع الارتخاء بتاع العضله دوت بتلاقي دايما الجلد بيتفرد. البوتوكس افضل اماكن، يعني افضل او انجح اماكن يتحقن فيها البوتوكس هي الجبهه، جنب العين، ممكن لو الانف يعني حاجه بسيطه كده لو هي فيها الكرمشات عشان يعني نشوفوا على الواقع. دي صوره يعني تعليميه شويه الحقيقه. هي بصي الجزء الفوقانيه دي عندها اساسا المشكله في ال 111. ليه بيحبوا يخفوا يا دكتور 111 دي؟ ليه بيحبوا يخفوها؟ يعني حابين نعرف منك، هل لانها بتعبر عن سن اكبر؟ بتعبر عن سن اكبر. ولو تاخدي بالك اللي عندها ال 111 جامده عندها برضو كمان الجفن العلوي بتاعها بيبقى قافل شويه على عينيها. دي لما بتعمل بوتوكس كامل بطريقه مظبوطه عينيها بتبتدي تفتح وبتبقى يعني ممتازه قوي الحقيقه. نشوف الصوره بعدها يا دكتور. دي حالات بقى بوتوكس. دي طبعا بصي ال 111 اهي الصوره اللي على اليمين، ال 111 او الكسره اللي في النص دي راحت تقريبا، اختفت تماما. اما بتبقى سايبه اثر شويه جوه الجلد مش بتروح من اول حقنه، بنقول لها هتروح من الحقنه الجايه بتاعه البوتوكس الجاي، مع شويه جلسات بقى علاجيه وكريمات وكده بتضيعها تماما. الصوره اللي في النص كانت مشكلتها الجبهه مليانه كسر. اللي في الجنب دي اللي هي الكروس فيت اللي هو عينيها، الكسر اللي جنب عينيها مع الضحكه. تمام. كل الحاجات ديت البوتوكس بيخفيها طبعا. بس بردك البوتوكس ده واحد 1+1 يساوي 2، مفيش فيه هزار. انا بشتغل هنا على العضله، هو بيتحل بصلاين وبيبقى ماده حيه، مفيش منه اضرار، لا هو حاجه هتنفخ ولا تدخل تعمل تكلكع او تعمل مشكله، مفيش الكلام ده خالص. ده بيبقى هو سائل، فهو سهل قوي الحقيقه في حقنه. بس الفكره انه لازم يتحط على العضله الصح. فلازم واحنا بنحقنه بنقول للست يلا كشري عشان نطلع العضله اللي المفروض تتحقن عليها البوتوكس. في حقن طبعا بتتحط عميقه وفي حقن بتبقى سطحيه. تمام يا دكتور. حسب المنطقه اللي بنحقن فيها، حسب البوينت بتكون الحقنه بقى بتتحط ديب ولا سطحي، وعلى اساس كده طبعا كل واحده بقى ولها شكلها ولها. طيب حابين نعرف يا دكتور المشاكل اللي بيعالجها، يعني مثلا بنسمع يا دكتور عن الناس اللي عندها ندبات، عن الناس اللي عندها انتفاخ في الجفون، هل ده يا دكتور البوتوكس بيبقى يعني فعلا مفيد في الحالات دي؟ لا، الانتفاخات والحاجات ديت يا اما لو هي في الجفن التحتاني فبنحاول، انا شخصيا بحاول اعالجه بالفيلر، ولازم يكون سببه مش حاجه كلينيك، مش حاجه طبيه كمان. يعني ما هياش مثلا عندها مشكله في الكلى فاعمل لها الانتفاخات، لو عندها مشكله في الكلى واعمل لها الانتفاخات تعالج الكلى، هتروح الانتفاخات. ظهرت لها مكانها شويه حفر بنعالج الحفر بنحقنها فبتتدارى تماما. ممكن نحاول نخفيها لو هي مثلا كانت مجرد اكياس كده مثلا دهنيه وهي خايفه تشيلها او حاجه، فساعتها بنحاول نخفيها برضو بالفيلر مش بالبوتوكس. البوتوكس ممكن بس يفرد لي شويه الجفن العلوي لو احنا حاولنا نرفع الحاجب شويه، بس مش كل الستات الحقيقه بتحب رفعه الحاجب. يعني في منهم يجوا يطلبوها قوي رفعه الحاجب دي، وفي منهم يقول لك لا انا مش عايز. هو البوتوكس كمان ممكن يتحقن في الجزء التحتاني الحقيقه بتاع الوش، بس بيبقى فوق افضل ونتائجه بتقعد لمده اطول.
نيجي بقى يا دكتور، ويعني اهم حاجه بقى عشان المخرج عمال يقول لي وقت الحلو دايما يعني فعلا بيمشي بسرعه. يعني حضرتك من الحاجات المميزه فيها جدا، وانا شفت ده على صفحه حضرتك، وفعلا كل الحلقات عندك بتخش تشكر فيه قوي، فعلا التقشير. عايزين نعرف بقى من حضرتك يا دكتور، يعني ايه موضوع التقشير الكيميائي ده، ويا ترى اي حاله تقدر تعمله وايه فوائده؟ التقشير ده عالم حضرتك، ده موضوع كبير جدا. في يعني مليون مادة للتقشير، وفي منهم الكويس وفي منهم اللي من الاول كده هو مادة وحشة، وفي مواد كتير كويسة تنفع مع انواع بشرة ومع الوان بشرة، مع بنات مثلا بيض او سمر ما تنفعش مع الصنف التاني. فالتقشير ده حاجة حساسة جدا، لازم البنت الاول تتشاف، تمام؟ او الست ايا كانت اللي عايزه تعمل التقشير، هي بتعمله ليه؟ لازم يتاخد منها هيستوري كويس قوي. انت اصلا ايه مشكلتك؟ بقعه؟ التقشير ممكن يعالج البقع، ممكن يعالج الحفر، ممكن يعالج الندبات، ممكن يعالج التجاعيد. كمان في انواع معينه من التقشير بتعالج التجاعيد الخفيفه طبعا. ممكن يوحد اللون، ممكن يفتح، يستخدم بس للتفتيح، واحده عايز تفتحها قبل فرحها. فهو التقشير زي ما بقول لحضرتك ده يعني مجال واسع قوي. اهم شيء فيه ان انت تختاري الماده الصح للشخص الصح. انت جاي بيعالج الحبوب، يعني بيفرق فرق شاسع في علاجها. حتى اللي محتاجين ياخدوا اقراص لعلاج الحبوب برضو بنحط معاها جلسات التقشير، لان ده بيسرع النتيجه بشكل فائق، وبيطلع الجلد في الاخر ولا كانها شافت حبوب في حياتها. بيطلع الجلد. طب ما كده نشوف الصور يا دكتور، شوقتينا بقى. صور التقشير هنا مش كتير الحقيقه، انا جايبه يعني دي صور كان في بقعه وراحت. الصوره اللي على الشمال هتلاقي فيها البقعه، الصوره اللي على اليمين الوش بعد ما بيكون اتعالج. واضحه معايا مصورين. النتيجه دي بعد قد ايه وقت يا دكتور؟ 5-6 شهور ما شاء الله. عشان يعني تجيبي نتيجة. العروسه تجيلك من بدري يا دكتور؟ لا، العروسه اللي ما عندهاش مشاكل ممكن شهرين بتبقى زي القمر، لانه احنا في التقشير عشان نفتح اللون لازم بنعمل زي انهبيشن او منع لانزيم اسمه التيروزينيز. التيروزينيز انزيم بس ده زي معانا كمان يا دكتور بعد المشاكل، يعني شايفين زي بقع ما بقتش موجوده، زي حبوب صغيره، يعني شايفين الوش بقى عامل زي وش الاطفال. هل ده كله بيعمل التقشير؟ ما انا بقول لحضرتك ما شاء الله. ما هو الانزيم ده احنا بنحاول بالتقشير ان احنا نخليه نمنع طلوعه. ليه؟ لان هو ده اللي بيغمق الوش شويه، او هو ده المسؤول عن خلايا الصبغه. عشان يبتدي يتمنع طلوعه لازم يفوت شهر على الاقل يا من الجلسه. معانا صوره بقى. التقشير طبعا بيفيد جدا في الجسم مش بس في الوش الحقيقة. كل البنات في مصر بتشتكي الاماكن الداكنه والاسمرار في بعض الاماكن الجسم. هل يا دكتور يعني شايفين طبعا فرق طبعا كبير جدا؟ يعني شايفين الصوره ما بين الركب الاولانيه والثانيه طبعا ما فيش يعني فعلا مقارنه خالص. في حالات بتيجي اوحش من كده بكتير على فكره. ده كوع، الفوقاني دي كوع والتحتانيه دي ركب. طبعا الكوع بيبقى سهل قوي ان هو يخف اسرع من الركب بتاخد وقت شويه. دي عامله جلستين. ما شاء الله يا دكتور، يعني كانها طبعا بقى لها فتره كبيره عند حضرتك. لا والله ما شاء الله. اسبوعين بين كل جلسه والثانيه، اسبوعين يعني دي شهر. تمام يا دكتور. طيب حابين بقى يا دكتور، يعني الناس اللي فعلا بتروح المصيف وتيجي تلاقي وشها يا دكتور شبه اتحرق، حابين حضرتك توجه لهم نصيحه، بما ان كل الناس دلوقتي بتروح بقى المصايف وتروح بقى تغير جو يعني، وتقول لك انا رجعت ده انا وشي محروق ده انا قاعده في البيت ما بخرجش. يا ترى يا دكتور بقى حضرتك تتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ هي من الاساس في المصيف لازم تبقى عامله احتياطاتها قبل ما تروح. يعني هي زي ما افتكرت كده تاخد هدومها، لازم تفتكر تاخد شنطه المصيف، شنطه الكريمات بتاعتها. مفيش حد يسافر المصيف بالذات لو بنت او شابه او هي عارفه ان وشها بيتاثر بالشمس، لازم، او طفل حتى لو الاطفال والله، لازم يبقى فيه شنطه مخصوصه كده للمصيف، بيبقى فيها كريم الشمس، ده اساسي طبعا قبل التعرض للشمس خالص. وكل 3 ساعات لازم نجدده، يعني ما ينفعش ان احنا نحطه وبعدين نسيبه، لازم كل شويه نجدده. بعدين انا نزلت دلوقتي البسين، تمام، نازله بكريم الشمس المناسب للبسين، لانه في دلوقتي التطور طبعا بقى فيه كريمات شمس
مخصوصه تتحط وانت في البسين، بتبقى زي ووتر بروف كده، يعني بتبقى شغاله وانت تحت الميه. طلعت من الحمام السباحه او من البحر وروحت، هغسل وشي، لازم احط حاجه اسمها افتر صن. افتر صن ده يعني بعد التعرض للشمس، بعد ما اروح خالص اغسل وشي واحطه. تمام. المرطبات شيء اساسي في المصايف طبعا، لان الجلد بينشف مع التعرض للشمس والكلور والجو. المرطبات شيء اساسي. الاطفال الصغيرين لازم يا ناخد دكتور، بالنا، يعني بنلاقي كمان يا دكتور بيطلع لهم بقع، الجلد يا دكتور كمان بيقشر وحاجات كده، وبيطلع لهم اخطر من التقشير. التقشير ده من الاسمرار، لو مامتهم حاطه الصن بلوك كويس وبتجددوا لهم كل 3 ساعات طول ما هي قاعده على البلاج، مش هيحصل. تمام. اهم حاجه ان انا اخد بالي ان الفطريات كتير قوي الايام دي، كتير قوي بيرجعوا من المصيف عندي داخلين لي عندهم فطريات، سواء في صوره بقى سينيا، في صوره بقع بيضه، في صوره بقع، بحسب. ده بيبقى نتيجه ان هي يا ما حطيتش كريم الشمس المناسب لجلد ابنها ده، او ما حطيتش خالص، يا اما بتيجي بين الصوابع بتاعه الرجلين مطرح ما الولاد بيقفوا مكان بعض في الميه يستحموا بعد لازم اوقفهم مكان بعض، مفيش مشكله، بس يبقى لابس زي سابو في رجله، شبشب يبقى لابسه، ما يقفش على الميه دايركت، لازم يبقى فيه ما يلمسش الارضيه. الارضيه دي خدي بالك طول الوقت متعرضه للجو وللشمس وللتراب، وواحد عنده العدوى وقف فيها، التاني جه قعد مع دي اتعدى منها. فاحنا لازم، والافضل ان هو ياخد شاور سريع بس كده مطرح المصيف، والحموم الكامل يبقى في البيت او يعني في المكان اللي هو نازل فيه. طبعا زي ما قلنا المرطبات، والشعر بقى طبعا تاخد بالها منه عشان ما شاء الله عليك يا دكتور. من ضمن المشاكل يا دكتور السريعه برضو اللي جالنا عليها سؤال، عايزين نعرف من حضرتك اللي هو عين السمكه، يعني عين السمكه اللي بتصيب بعض الارجل، يعني دي بيكون علاجها ازاي يا دكتور؟ بنشيلها دي دلوقتي بنشيلها طبعا، يا اما بتتشال بالليزر، يا اما بتتشال بالبلازماج، يا اما بتتشال يعني مبقتش زي زمان يا دكتور يقول لك نطفي فيها سجاره وحاجات كده مؤلمه جدا. لا بتتشال زمان كانت بتتشال بالنيتروجين، دلوقتي هي بتتشال بالاجهزه، اجهزه كتير قوي الحقيقه بتشيل عين السمكه دي. ولازم هو اهم حاجه في عين السمكه ان انت تجيبي الكور بتاع القلب بتاعها. يعني سببها ايه يا دكتور؟ يعني سببها مثلا هل حد بدل الصابون بتاعه مع حد ممكن كتر احتكاك، ممكن شوز تكون ضيقه على رجله قوي، ممكن تعمل عين سمكه، تعمل كمان اللي هو اللي بيسموه كالو ده، كل الحاجات دي. الشوز لازم تبقى مقاسها مناسب، ما تبقاش ضيقه خانقه الرجل بزياده، لازم الرجل تتنفس جواها. ولا على فكره اللي عنده عين سمكه دايما بنقول له ما تلبسش الحاجه دي تاني، الشوز دي تاني. ما شاء الله عليك يا دكتور، عشان العدوى ما تتجددش تاني. دكتور يعني حابين بقى روشته خاصه جدا لبرنامج قد الحياه لكل امراه او فتاه بتشوف نفسها ان هي عندها مشاكل، والمشاكل في بشرتها ملهاش حل، حابين النهارده مع دكتور نهى عطارد توجه لها رساله خاصه في دقيقه. تمام. هو ما فيش مشكله ملهاش حل، انت اهم شيء ان انت تتمسكي بحاجتين اساسيين: الغسول المناسب لنوع بشرتك وده يحدده طبيب، وكريم الشمس المناسب ليكي برضو. ولو رايحه مصيف زي ما اتفقنا برنامج الرعايه بتاعك لجلدك، تحافظي على جلدك تماما في المصيف بالحاجات اللي قلنا عليها. حبيتي بقى بالليل تزودي شويه فيتامينات طبيعيه، ده بيكون طبعا ممتاز في نتائجه، بتكون نتائجه على المدى الطويل هايله لو انت مش محتاجه طبيب، مش محتاجه اي رعايه طبيه جلسات كده. الفيتامينات بتكون حل امثل ليكي، بس تتحط بالليل وتكون في صوره سيرم، سواء بالفيتامين سي حسب سنك. لو انت محتاجه تفتيح فيتامين سي ممتاز، انت محتاجه مجرد تحافظي على نضاره وشك وسنك صغير لسه بنت صغيره، الفيتامين اي اكتر من ممتاز. الفيتامين اي طبعا رائع، بس الفيتامين اي ده للسن الكبير شويه واللي عندهم شويه تجاعيد عاوزين يبداوا يخفوها، وافضل انه ما تحطيوش مع نفسك. للحبوب الافضل انك تكوني مع طبيب مختص. دكتور نهى عطارد، الحقيقه النهارده حضرتك اثريتي الحلقه بمعلومات قيمه جدا، فعلا بنشكرك عليها، وحلقه من اجمل حلقات برنامج قد الحياه. الله يخليك. الحقيقه انا يعني سعيده خالص والله، الدكتور فعلا تعبتنا جدا عشان تيجي تنورنا في البرنامج. لكن يعني فعلا التعب فعلا كنت يعني نستحق التعب فعلا يا دكتور، لان حضرتك الحقيقه حضرتك بتحبي تدي كل شيء فعلا يعني بميزان، وكل شيء فعلا بالاصول
الاصول، مش زي دكاتره كتير بتبقى واخده كل الامور عباره عن ربح وبزنس. حضرتك فعلا بتتقي الله جدا جدا في النقطه دي. انا بشكرك بشكل خاص يا دكتور، وباذن الله دايما تنورينا في برنامج قد الحياه. اعزائي المشاهدين، خلصت حلقتنا بس ما خلصتش لقاءاتنا، مع وعد بلقاء متجدد من برنامجكم قد الحياه مع شيماء صبح. ولكن لازم اشكر كل الكرو على راسهم الاستاذ احمد امين مخرج البرنامج، استاذ صلاح شكري مدير التنفيذي، بشكر ميك اب ارتست البرنامج نسمه فارس، بشكر اكسسوارز البرنامج مروه عوض، يعني مبدعه جدا فاشون ساجده توفيق. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.